نمرة 9، ان ناس كتيرة بتقعد تلقي اللوم على مين في الشغلانة؟ على الموظفين. ان يقول لك الموظفين مش كويسين، الناس مش احسن حاجة، ان الموظفين اللي عندنا مش مؤهلين، محتاجين تدريبات، محتاجين كذا. الحقيقة بقى انا عايز افاجئكم ان في الشرق الاوسط تحديدا في الميدل ايست 52% من الشركات عندها فجوة مهارات في الادارة نفسها مش في الموظفين. وده تبعا لتقرير PwC ميدل ايست سنة 2024. فان ساعات كتيرة الغلطة بتبقى من فوق مش من تحت. بس احنا ليه بنشيلها للي تحت؟ لان هم الحلقة الاضعف. هتقول المديرين اللي وحشين، هتقول الاداره العليا اللي وحش؟ لا، اسهل طبعا تقول ايه؟ الموظف هو الوحش. لازم حد يشيلها اضعف وابسط. مش بقول الموظفين مش ما عندهمش اخطاء، وارد يكون عندهم اخطاء، بس الاثنين لازم يشتغلوا على نفسهم ايكوالي. يعني الموظف لازم يطور في نفسه، والاداره كمان لازم تطور في نفسها. يعني الغلطه بس اللي بيفشل الشركات مش الموظفين على فكره. عايزين شيلوها لهم شيلوها لهم، بس انا بقول لكم العلم ما بيقولش كده، والممارسه العمليه برضو ما بتقولش كده، واللي احنا شفناه في الحقيقه ما بيقولش كده. اللي بيضيع الشركات هي الاداره مش الموظفين. الموظفين ادوات في ايدين اداره رشيده او اداره غير كفءه. فاشتغلوا على نفسكم قبل ما تتكلموا على الموظفين. انا بكلم هنا المديرين وبكلم الادارات، اشتغلوا على نفسكم. دايما النجاح بيبقى من فوق والفشل بيبقى من فوق. بس احنا بنعمل ايه؟ احنا النجاح يبقى طبعا اكيد الاداره الحكيمه والرشيده، ولا الفشل يبقى اكيد الموظفين مش عارفين يسمعوا الكلام.